السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة الأستاذ موسى. النهاردة هنحل امتحان على منهج شهر 11 للصف الخامس الابتدائي، وده الامتحان المتوقع إن شاء الله. أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام عليها. نمرة 1 لو بصينا هنا البحر الأحمر. نمرة 2 هنا بحيرة ناصر. نمرة 3 منجم الذهب اللي هو منجم السكري. طيب نمرة 4 محطة لتوليد الكهرباء من الرياح اللي هي محطة جبل الزيت، محطة جبل الزيت. طيب اكتب نتيجة واحدة لصعوبة نظام المقايضة. النتيجة: احتاج الناس إلى نظام يسهل عليهم معرفة قيمة الأشياء، فلذلك تم اختراع النقود. طبعا صعوبة نظام المقايضة كان صعوبات كتيرة جدا. أول حاجة صعوبة تخزين بعض الفواكه وبعض المحاصيل، فكان لازم إلى نظام يسهل عليهم معرفة قيمة الأشياء، فتم اختراع النقود. يبقى صعوبة نظام المقايضة هو اللي دل الناس إلى اختراع النقود. السؤال الثاني: صوب ما تحته خط. يعد البنزين والسولار من مشتقات، طبعا مش الغاز الطبيعي، طبعا من مشتقات البترول. نمرة 2 عدم قابلية تخزين بعض السلع زاد من صعوبة التعامل بنظام العملات المعدنية. لا، صعوبة تخزين بعض السلع زاد من صعوبة التعامل بنظام المقايضة. الإجابة المقايضة. طيب نستفيد من المياه العذبة في استخراج ملح الطعام. خطأ، نستفيد من المياه المالحة في استخراج ملح الطعام. طيب دلل على صحة العبارتين الآتيتين. لما يقول لك دلل ما تقولش السبب. أنا كاتب لك السبب عشان تستفيد، ولكن أنت ما تقولش السبب عادي، بتقول الدليل بس. للإنسان حاجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تساعد على البقاء على قيد الحياة، زي المأكل والمشرب والمسكن. دي حاجات أساسية. وطبعا والتعليم والصحة والأمن، دي بسبب التطور الحضاري زادت. السؤال الثاني: للتكنولوجيا الحديثة دور مهم في عملية التعدين. طبعا، حيث ساعدت في البحث والتنقيب عن المعادن، وسهلت كمان عملية التعدين. زي ايه؟ تكتب بقى الأقمار الصناعية والطائرات والروبوتات، وكمان اللي هي تقنية المسح الثلاثي الأبعاد. سهلت الوصول لأماكن صعبة ما كانش حد يوصل لها، وسهلت معرفة أماكن التعدين. جميل. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. أي من الآتي يعد من الحاجات غير الأساسية للإنسان؟ المأكل ولا الترفيه ولا المشرب ولا المسكن؟ طبعا الترفيه. نمرة 2 أي من المناطق التالية تقوم فيها الزراعة اعتمادا على المياه الجوفية؟ منخفض الفيوم ولا الدلتا ولا واحد سيوة ولا الساحل الشمالي؟ طبعا واحد سيوة. نمرة 3 يدخل معدن المنجنيز في صناعة ايه؟ طبعا في صناعة الصلب حديد. الصلب الصلب. تمام كده. طيب أجب عن الأسئلة الآتية. ماذا تقول لزميل لك يقوم بشراء كميات من السلع أكبر مما يحتاجه؟ يجب عليك شراء ما تحتاج فقط للحفاظ على الكمية المتاحة، فلا يرتفع سعره. طيب ماذا يحدث إذا تم الاعتماد فقط على استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة؟ طبعا سوف يؤدي إلى تلوث البيئة. تمام كده. دلوقتي كمان هنجيب لكم بعض الامتحانات من غير حل، وممكن في الكومنتات تطلبوا حل أي سؤال هنحله لكم. هنشوف الأسئلة الامتحانات اللي جاية. ادي امتحان كمان اهوت، خلي بالكم. واحد بحيرة، منطقة، استخراج الحديد، السد. طبعا هتحلوا، واللي مش عارف سؤال هيكتب لي في الكومنتات وانا هجاوب عليه. اهي
الأسئلة أهي. ده كمان امتحان تاني اهوت، ركز كويس قوي فيه اهو. بص على الخريطة كويس، حاول تحل، والسؤال اللي ما تعرفش تحله اكتب في الكومنتات وانا هجاوب لك على اي سؤال اهو.